كتير بنسمع ان اكبر عدو ليك هي نفسك وانها عايزه تهلكك، والحقيقه ان الكلام ده ظالم شويه للنفس، لانها مش لوحدها، دي معاها اعوان بيساعدوها، معاها ابليس والدنيا والهوى، وكلهم هدفهم واحد، كلهم هدفهم انهم يخسروك الدنيا والاخره. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع من اخطر الحاجات اللي اعدائك دول بيلعبوا عليها، الا وهي الحجاب. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا، قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه، فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. انا ضد الحجاب. يا نهار ابيض على البدايه، بدايه مشرقه بالتفاؤل، تقول لك انا ضد الحجاب. انت مين يا فنانه؟ انت مين؟ انت من فرنسا؟ انت شكلك مش فاهمه، بس يعني انت كده معترضه على امر من اوامر ربنا، فاهمه؟ ربنا قال حاجه انت معترضه عليها، ودي كارثه، فانت اكيد مش فاهمه اللي انت بتقوليه. طيب هل ده معناه ان انا هبقى عايزه الناس كلها ما تتحجبش وهفرض عليهم رايي؟ لا. هل ده معناه لو صاحبتي جات لي وقالت لي عايزه اتحجب ان انا مكاني اساسا بالنسبه لي يعني اقول رايي؟ مش حاسه لو هي مبسوطه ومقتنعه بحاجه زي كده العكس هشجعها. طيب والله دي حاجه كويسه، يعني جزاك الله خيرا، بس هو يعني انت ازاي ضد الموضوع وفي نفس الوقت هتشجع صاحبتك ان هي يعني انت مش مقتنعه، فانت هتشجعها تعمل حاجه انت مش مقتنعه بها ازاي؟ يعني مش فاهم. ايه بقى مش مقتنعه بالحجاب؟ ان انا برفض فكره ان انا جسمي حاجه شيمفل، وان انا لازم اخبي نفسي عشان كده هبقى بغري الراجل. انا مش فاهمه احنا عايشين في عصر ايه ان الشخص مش مدرك ان البنات برضو عادي جدا ممكن حد راجل يعجبها او كده وما تعملش حاجه عشان احنا مش بنأذي الناس. لو كان فعلا حاجه ليها علاقه بيكي وبربنا يبقى هتتحجبي على طول، مش هتيجي بقى لما الرجاله تمشي وهتقلعي الحجاب، لا هو عشان الرجاله وعشان ما نغريهمش. يعني انا مدركه جدا ان الاحتشام ممكن يبقى مصدر قوه للبنات، وان تبقى حاجه انت عايزه تعمليها تحسي ان انت بتحمي نفسك او تبقي مقدره نفسك يعني. بس ده الاحتشام وده موجود في كل الاديان مش الحجاب. لو احنا في مجتمع الشعر بيهيج الرجاله فاحنا في مصيبه. طيب خلونا بس نفرق ما بين انا مش بلبس الحجاب وانا مش مقتنعه بالحجاب، لان الفرق ما بينهم كبير. اللي مش لابسه الحجاب هي ممكن تكون عارفه ان هو فرض، وعارفه ان هي مقصره، وعارفه ان عدم ارتدائها للحجاب ده هو ذنب عظيم جدا هتتحاسب عليه قدام ربنا. لكن اللي بتقول انا مش مقتنعه بالحجاب هي معترضه على الحكم نفسه. يعني ربنا اللي خلقك امرك امر، قال لك اعملي كذا، وانت بتقولي له يا رب انا مش مقتنعه، مش حاسه ان انا جسمي حاجه شينفل اغطيها علشان ما اغريش الرجاله. لا، هو الموضوع مش كده. يعني دي نظرة سطحية جدا للحجاب. الحجاب معمول علشان ينظم العلاقة بين الناس ويحمي المجتمع من الفوضى اللي احنا اوريدي عايشينها وشايفينها دلوقتي قدام عينينا. يعني ازاي يا جو؟ يعني هو الحجاب هو اللي هيحمي المجتمع؟ اهدى هفهمك، يعني استهدى بالله. خلونا بس في البداية نسأل سؤال، هل الحجاب فرض وجنة ونار ولا لا؟ والإجابة قطعا أيوة. آيات قرآنية، أحاديث نبوية، إجماع أهل علم، فما فيش أي نقاش في فكرة إن الحجاب فرض ولا لا. فربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال برضو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال كمان وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكنت شفت فيديو ضحكني قوي، كانت البت اللي هي النسوية اللي هي بتاعت كيفما وبينما وحيثما، اللي هي بتقلقل القاف وتعطش الجيم وتطلع لسانها في الثاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك؟ شو مسوي؟ عساك بخير؟ ودايما بنصور قدام المكتبة علشان نبين ان احنا مثقفين جدا، احنا اثقف ناس في الدنيا. يعني كانت عاملة فيديو عن الآية دي وكانت بتتكلم في النقطة بتاعت ان الاصل في المرأة عدم الظهور يعني وعدم الخروج وكده، عشان الناس يعني بتستدل بالآية بتاعت وقرنا في بيوتكن. فقالت مبرر من اغبى المبررات اللي انا سمعتها في حياتي، واكتر حاجات اللي ضحكتني برضه. قالت لك ايه بقى؟ اصل الآية نازلة لزوجات الرسول، علشان احنا ما نعرفش. يعني اذا الآية دي معناها ان نساء النبي يقعدوا في البيت لكن النساء التانية عادي. يعني ايه يا فنانة؟ يعني
يعني ايه يا فنانه الهبد اللي انت بتهبديه ده؟ يعني انت عمرك ما سمعتي عن القاعده اللي بتقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني ايه؟ علشان عارف ان الجهل مدقع، يعني الحكم الشرعي بيتاخد من عموم الكلام مش من سبب النزول بس. ولو فسرنا ان الكلام نازل لامهات المؤمنين بس، طب ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى دي لامهات المؤمنين برضو؟ يعني انت تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى عادي؟ الحاجات دي يا جدعان والله لازم اقدم، بتضحكني بتعصبني قوي والله. انا والله يا جدعان ببقى عايز اعمل عنها فيديو، بس هي بتنزل فيديوهات على التيك توك تلت ساعه و18 دقيقه، وانا مراتي ما تستحملش بصراحه ان انا اسمع كل ده. يعني الفيديو التلت ساعه اللي هي بتنزله ده ال 20 دقيقه دول هم يتلخصوا في دقيقتين، هي بتهري 18 دقيقه منهم، فمراتي ما تستحملش والله. عشان في ناس كانت قالت لي اتكلم عنها، مراتي ما تستحملش والله يا جدعان. كنت شفت لها فيديو قبل كده بتقول لك ان التعميم ده لغه العلماء. عين عليك والله، عين عليك، انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم اي حاجه. يا عين عليك يا ابني، ما علينا، عشان مش عايزين نتطرق لحاجات غير موضوع الفيديو. يعني خلونا نكمل. طبعا ليس بعد القرآن دليل، ولكن خلوني اقول لكم حديث او اتنين عشان الناس اللي مكسله ان هي تبحث. يعني فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وعن ام سلمة قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وزي ما احنا عارفين أن العورة يجب أن تستر، وأقسم بالله دي حاجة ما تقللش من الستات أبدا. عرفتوا العيال الهبل اللي يقول لك إيه؟ شايفين الدين بتاعكم بيقولوا على الستات إن هي عورة؟ دول بهايم مش فاهمين حاجة. يعني السطحية لما نزلت طمعوا فيها لوحدهم، هو مش قادر يستوعب إن ده تكريم للمرأة. زي برضو الحديث بتاع أكثر أهل النار من النساء، لو حد فكر في الحديث ده 3 ثواني هيفهم ان ده رحمه اصلا للمراه. ده الرسول بيقول لك اكثر اهل النار من النساء عشان بيعملوا كده وكده، فانت ما تعمليش زيهم فمش تبقي منهم. بيحذرك من ده، بيقول لك ده اللي هيدخل النار عشان انت تتجنبيه. يقول لك لا ده شوف الدين اللي بيقول اكثر اهل النار من النساء. يا ابني انت حمار، انت مش فاهم حاجه. العيال الملحدين الحاد يوتيوب دول يا جدعان قنابل ضحك موقوته. تلاقي عيل عنده 18 سنه يقول لك انا درست كل الاديان ولقيت ان هي مجرد خرافات تاريخيه اخترعها البشر لانهم انقياديين بطبعهم عكسنا. طبعا انا الوحيد اللي مش انقيادي، فالحت لقيت ان انا البني ادم الوحيد اللي بفهم. انا اي نعم وليد الصدفه ومتطور من بطاطسايه قلي مش صينيه، ولما هموت هكون مجرد فضلات متطايره في هذا الكون الفسيح. شوف كل الهطل اللي انا مقتنع بيه ده، درست الاديان وبقول لك ان هي اختراع بشري بالذات الاسلام. فانت بقى كبني ادم عندك عقل تفكر تقول طب انت يا معلم درست الاديان دي كلها امتى وانت عندك 18 سنه؟ يعني انت لسه قالع الكفول اول امبارح. انت من يومين الحاجه كانت بتفرش لك مشمع على السرير عشان بتشخ على نفسك. تعالي مسحيلي، انت لسه مخلص ثالثه ثانوي امبارح يالا. يعني انت ما لحقتش تاخد قانون فيسا غرس انت خدت الفيسا لسه الغرس ما خدتوش. درست الاديان امتى هروح امك يعني؟ ما علينا، خلونا نركز علشان انا حاسس ان انتوا بداتوا تتوهوا مني. احنا خلاص دلوقتي اتفقنا ان الحجاب ده فرض. طيب هل في فرض سهل؟ يعني هل الصلاه سهله؟ هل غض البصر سهل؟ هل الصيام سهل؟ اكيد لا. يعني في شيطان وفي نفس اماره بالسوء وفي هوى، ففكره انك تعبد الله دي صعبه جدا. ولو ما كانش الموضوع صعب ما كانش هيكون في حكمه من وجود البشر اصلا. لان لو كانت الصلاه سهله والصيام سهل وغض البصر سهل والحجاب سهل، هيبقى فين الاختبار اصلا؟ طالما الطاعه سهل قوي كده فالشيطان ملوش لازمه، ولا نفسي لها لازمه، ولا مغريات الدنيا لها لازمه، وجهادي ومحاربتي ليهم ملهاش معنى. احنا كده عايشين في الجنه بقى مش في الدنيا. ولكن ربنا حطنا في اختبار الدنيا ده علشان يشوف هل هنطيعه ونجاهد نفسنا ونجاهد هوانا ونجاهد شيطاننا، ولا هنتبعهم فنعصيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وكل ما العباده تكون صعبه وتقيله على النفس ومحتاجه مجاهده اكتر، كل ما ثوابها بيكون اعلى. فالست ربنا خلقها انسان جميل تحب الزينه، تحب الناس تبص لها وتقول ايه الجمال ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اومن ينشأ في الحليه. فدي من اعظم الفتن عند المراه، فتنتها في زينتها في اظهار جمالها. ربنا بيقول في سوره العنكبوت: الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. انت مفكره ان انت هتقولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وخلاص على كده يعني لن تفتني؟ ازاي؟ امال احنا جايين الدنيا نعمل ايه؟ فهنا بقى الاختبار، انك تكوني تقدري تظهري الجمال ده بس تختاري بارادتك انك تخبيه علشان ربنا. وده حرفيا اصعب انواع الجهاد، انك تسيبي حاجه قادره تعمليها ونفسك تعمليها علشان ربنا قال لك لا ما تعمليهاش. طب ليه بقى ربنا امرك بالحجاب؟ هل مثلا ربنا عايز يضايقك؟ عايز مثلا يأيد حريتك يعني والعياذ بالله؟ وربنا امرك بالحجاب ده عشان يحميك ويحمي المجتمع كله. لان ببساطه المراه
بطبيعتها جذابه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره آل عمران بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء، اول حاجه قالها النساء. فالست ربنا خلقها جميله ومزينه في عين الراجل. فربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك امرك بحاجه علشان هو ادرى بطبيعه البشر اللي هو خلقهم. فربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل بيحب الست فطريا ومزينها في عينيه، فقال له عينك اللي انا خلقها لك دي اللي بتنظر للستات بنظره شهوه دي غضها عن الستات ما تبصلهمش اصلا. وفي نفس الوقت قال لك جمالك اللي انا خلقهولك ده اللي انت عندك شهوه انك تظهريه ده داريه ما تخليش حد يشوفه. ايه ده؟ يعني مش المفروض هو يغض بصره وانا البس براحتي؟ مين اللي قال لك كده بقى يا فنانه؟ يعني مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ هم بيقولوا انت حر ما لم تضر وجسدك ملكك وحريه المراه وكل الحاجات الحلوه دي. ايوه يعني اللي هم مين؟ يعني انا بقول لك ربنا بيقول لك كذا، مين بقى التانيين اللي بيقولوا لك اعملي اللي انت عايزاه والبسي اللي انت عايزاه وانت مين دول؟ حاجه غريبه جدا ان انا اجي لواحد واقول له ربنا بيقول لك اعمل كذا 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 وهو يقول لي انا حر. لا يا معلم انت مش حر، انت عبد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاسلام هو دين استسلام وانقياد لاوامر الله، مش دين انا حر ومش مقتنع واقنعني واقنعك، ما فيش الكلام ده. عندنا سمعنا واطعنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اللي ربنا ورسوله يقولوا عليه تمشي وراه، انت ما عندكش خيار تاني. وبعد كده ما لك ايه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل الحجج اللي الناس بتتحجج بيها هي حاجات غريبه جدا، هي حجج نابعه من شيطانك وهواك. اللي هو مثلا ايه؟ هو يعني انا شعري هو اللي هيثير الرجاله؟ ايوه حضرتك، هو سواء بيثيرهم او لا انت مالك؟ يعني انت هتستفادي ايه لما تعرفي اذا كان بيثير الرجاله او لا؟ هو ربنا قال لك غطيه نقطه ومن اول السطر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني مثلا لابسه خلخال او كعب عالي مثلا بيطرقع فبيعمل صوت وهي ماشيه، لابسه دهب كتير مثلا فبيشخلل وهي ماشيه. ربنا قال لك ما تعمليش كده لان ده هيلفت النظر ليكي فممكن يكون باب فتنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايما امراه استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانيه. انت متخيله الوصف؟ عشان بس شويه ريحه، والمقصود في الحديث ان الريحه تكون فواحه لدرجه ان اللي حواليها يشموها فتعدي من قدام رجاله فيشموا ريحتها. دي اللي ينطبق عليها الحديث. التعطر للمراه بيكون خفيف، اللي هو مثلا واحده صاحبتك بتحضنك فتشم الريحه، لكن ما تبقاش ريحه فواحه بتتشم من على بعد ميل زي بومبا وتقولي ده انا حاطه رشه بسيطه. فايه اللي فتنته اكبر؟ شعرك اللي انت بتجيبي له زيوت وكريمات وبتهتمي بيه وبتسرحيه ولازم يكون متظبط على طول، ولا الزينه المخفيه اللي ممكن تعمل صوت او شويه العطر اللي انت بتبخيهم على نفسك وانت نازله؟ وبرضه يا جدعان البنات مش فاهمه، هم مفكرين ان هو ايه الشعر بيهيج الراجل ده اللي هو بقى يا نهار ابيض شاف شعرها مش ممكن بقى كده خلاص ده جاب اخر شهوته. ما هي بتبقى درجات يا ست الكل. يعني اما انت مثلا تبيني السمانه غير اما تبيني فوق الركبه، يعني فاهمه؟ ده حرام وده حرام، بس يعني في حاجات يعني الاثنين حرام، بس مش عارف اشرحها لكم ازاي بس عشان ما يبقاش مثلا بشرح حاجه عيب ولا حاجه. بس انت يعني لو رجاله هتفهموا يعني مش لما يشوف شعرك مثلا يقول لك يا ايتها الفاتنه طعنتيني في قلبي واثرتي شهواتي، لا يمكنني ان اتحمل فشعرك يظهر لي في احلامي. وبعدين يروح بقى يقعد يجيب صور لشعر بنات يقعد يتفرج عليها دي شهوته. الموضوع بيبقى درجات. وبعدين مفيش واحده بتبقى نازله بشعرها لابسه اسدال وبعمصها، ما بتبقى حاطه مكياج ولابسه لبس مش كويس. يعني مش كويس هنا معناها مثلا بناطيل بلوزات ضيقه كلام من ده. عشان بس عارف اللي قاعدين بيتصيدوا لي من اول الفيديو هتلاقيهم في الكومنت قصدك ان يعني بتنزل لابسه بدله رقص؟ فيعني اهدوا شويه اهدوا شويه. طيب هيجي حد بقى دلوقتي يبقى عايز يزنقني فيقول لي ايه طالما انت بقى بتقول هي مش حره واصل بتفتن الرجاله، يعني انت بقى شايف ان التحمرش سببه لبس المرأة؟ اعترف. اعترف. قول ان التحرش سببه لبس المرأة عشان ننزل نقيم عليك لحد في الكومنتات. في الحقيقة لا، لم تظبطوا معنا. لبس المرأة مش مبرر ومش سبب في التحرش. السبب الاول والاساسي هو اطلاق البصر، لان المتحمرش ده لو كان بيغض بصره هو مش هيبقى متحرش. ولكن لبس المرأة المتبرجة هو عامل من العوامل اللي وصلت الشخص ده انه يكون متحرش. يعني ايه؟ يعني ده واحد عمال بيتعرض لاباحيات في كل مكان حواليه، سوشيال ميديا، افلام ومسلسلات، افلام اباحية طبعا اللي بقت الوصول ليها زي السلام عليكم، والبنات في الشارع، وهو مطلق العنان لبصره عمال يتفرج هنا وهنا ويبص ويتخيل دي ويتخيل دي. فكل دي عوامل ادت بالشخص ده انه يكون متحرش. هو خلاص اتحول لحيوان، هو مش قادر يكبح شهوته من كتر ما هو عمال بيعرض نفسه للحاجات دي. وطبعا ده مش مبرر، انا مش بقول المبررات اللي وصلته لكده، انا بقول العوامل اللي وصلته لكده، بجانب طبعا السبب الاساسي والرئيسي وهو اطلاق البصر. فيمين شمال فوق تحت اكس او، مفيش اي مبرر
مبرر ولا في اي تعاطف مع الشخص ده حيوان بشري المفروض يتاخد يترمى في السجن لحد ما يتعالج او يفضل جوه. ولكن خلونا نمد الخط على استقامته ونسأل سؤال مهم، وهو ايه الاضرار الناتجة عن الموضوع ده؟ يعني انت بالنسبة لك اللي بيأذيكي هو المتحرش بس، وهل انت بتأذي الناس ولا لا؟ لا يا حبيبي انا مش باذي حد، انا حرة البس اللي البسه، ربنا هو اللي هيحاسبني مش انتم. هو تمام، يعني احنا ما اختلفناش في نقطة ان ربنا هو اللي هيحاسبك، لكن موضوع انك مش بتأذي حد ده محتاجين نقف عنده شوية. زي ما قلت لك خلينا نمد الخط على استقامته، يعني نشوف الابعاد كلها ونشوف اخر الخط ده ايه. فندي مثال بسيط، فلنفترض ان حضرتك دلوقتي مش ملتزمة بالزي الشرعي ايا كان لبسك ايه بقى، وبتنزلي كل يوم عندك كلية، وبعد الكلية عندك كورسات بتخلصيها وبتتمشي شوية مع اصحابك وبتروحي مثلا على الساعة 7 المغرب. خلينا نقول ان اليوم ده فيه 300 راجل شافوكي، وخلينا برضو نقول ان 50 منهم غضوا بصرهم. اتبقى معانا كام يا ست الكل؟ ركزي، ورقة وقلم وعد ورايا. اتبقى معانا 250 واحد. خلينا نقول ان واحد بس منهم هو اللي ضايقك واتحمرش بيكي. السؤال هنا بقى، مين سبب لك اذى؟ ها، معاكي 3 ثواني تجاوبيني في الكومنتات قبل ما نكمل. غلط. هتقولي اللي اتحمرش بيكي بس هو اللي اذاك؟ غلط. امال ايه؟ ال 250 كلهم اذوكي. طب انت اذيتي كام؟ اذيتي ال 300 كلهم. ازاي يا عم يوسف؟ هو مش كل واحد حر، هي تلبس براحتها وهو يبص براحته طالما ما حدش بيضايق التاني؟ لا طبعا، يعني ببساطه لان ما فيش حد فينا حر. مصطلح انا حر في المطلق ده مش موجود عندنا في الاسلام. انت مقيد باوامر اللي خلقك، والذنوب بينكم رايحه جايه. انت بتاذيه بشكلك وبتعين الشيطان عليه، وهو بيأذيكي بنظراته. انتوا بتشيلوا بعض ذنوب، ما فيش حد فيكم احسن من التاني. وفكره هو يغض بصره وانا حره، او انت مش شايف هي لابسه ازاي، ده هي اللي عايزانا نبص عليها اصلا، دي فكره عبيطه وغبيه جدا. يعني اللي بيطرح الاطروحه دي هو انسان ساذج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل منطقي ان احنا نقول هو اشمعنى يا رب احنا اللي ما نخضعش بالقول؟ طب ما هم يعالجوا نفسهم من المرض. لو فكرنا لمده 3 ثواني هنكتشف ان ده غباء. ما ينفعش ربنا يأمرنا بحاجه ونقول له لا يا رب احنا حرين، هم اللي يعملوا مش احنا. ما ينفعش تسيب باب بيتك مفتوح ولما تتسرق تقول الحرامي هو اللي غلطان، المفروض ما يسرقنيش. وعشان بس لو انتوا مش واخدين بالكم، فاحنا كل واحد فينا هيقف قدام ربنا لوحده. فربنا زي ما هيقولك انت بصيت على فلانه ليه وانا امرتك تغض بصرك، زي ما هيقولك انت كمان خرجتي متبرجه ليه وانا امرتك بالستر والحشمه. فحضرتك طول ما انت متبرجه فانت مغناطيس سيئات ماشي على الارض، وحضرتك طول ما انت طالق عينك على اللي رايحه واللي جايه فانت برضه مغناطيس سيئات. وتعالي بقى بص الناحيه التانيه، المحتشمه اللي بتلبس الزي الشرعي هي بتعمل عباده بتؤجر عليها بشكل دائم، عداد حسنات شغال طول ما هي ماشيه، بتحرم نفسها من حاجات كتير جدا. وبتشوف بنات زيها مستمتعين جدا بالهوا وهو بيحرك شعرهم ومش حاسين باي خنقه. بتشوف اللي واخده راحتها وبتلبس وبتتشيك وبتحط مكياج. بتشوف اللي بيعملوا حاجات كتير جدا هي نفسها تعملها بس الحجاب مانعها ان هي تعملها. بتبقى قاعده جنب الشباك في المواصلات في عز الحر ومش حاسه باي هوا، واللي جنبها لابسه صيفي عادي جدا ومش حرانه. ممكن تشوفي اللي براحتها دي هي الكسبانه، بس لا ورب الكعبه، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وبيقول برضو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. انت فاكر ايه؟ يعني ربنا هيساوي الاتنين ببعض؟ مستحيل. وما ربك بظلام للعبيد، مش هيساوي المسلمين المستسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره باللي مشيوا ورا هواهم واتبعوا شياطين الإنس والجن وتمتعوا في الدنيا بما حرم الله عليهم. ربنا بيقول إن للمتقين مفازة، فوز ونجاة من النار. فاللي بتمنع نفسها من متع الدنيا في سبيل إرضاء الله دي هي الكسبانة، اللي بتتحمل تريقات الناس وتعليقاتهم السخيفة، وأصل الحجاب ولا النقاب مكبرك وعيشي سنك ومش هيجيب لك عرسان، وكأن يعني مفيش محجبات ومنتقبات متجوزين، وبلاش تشدد وغيرها من المضايقات اللي الدنيا كلها حواليها فتن وناس بتقلع الحجاب، واللي بيقول ده حتة قماشة، واللي بيقول ده عادة قديمة، واللي مش مقتنعة بيه، واللي مش شايفة شعرها حاجة شنفل، واللي بيحارب الحجاب اصلا وبيحرف كلام ربنا. اللي واقفه في وش كل دول هي دي الكسبانه. وانا عارف ان الموضوع صعب جدا خصوصا في زماننا ده اللي مليان فتن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فانت كواحده لسه ما اخدتيش خطوه الحجاب او خطوه انك تلتزمي بالزي الشرعي لازم تكوني فاهمه المعاني دي كويس، ولازم تستوعبي حجم الذنب اللي بتقترفيه في حق نفسك، لان صدقيني انت هتتحاسبي لوحدك، واللي المفروض يغض
هيغض بصره برضه هيتحاسب لوحده. محدش فيكم احسن من التاني، كل كلف بشيء وسيسأل عليه. فيا اختي الكريمه اتقي الله وتوبي اليه وخدي الخطوه وابدأي، وربنا هيكرمك باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فابدأي وجاهدي نفسك وشيطانك وهواكي عشان ربنا مش عشان حد، ولا تشغلي بالك بالرجاله وهل بقى شعرك بيثيرهم ولا كعب رجلك بيثير، مالكيش دعوه. وافتكري دايما ان الجزاء الجنه، وده وعد من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وشايفك يا بتاعت ممكن تسيبوا البنات في حالها، ممكن نعيش مسموح نتنفس، نفسي تتكلموا عن الرجاله بجد زي ما بتتكلموا عن البنات. يعني هو بعيدا عن ان انت موهومه يا عيني ومن كتر ما انت محطوطه على الشاحن وراميه ودنك لجماعه النسويات المضحكين اللي بيضحكوا عليكي بالكلام العبيط ده، زي ان هم يقولوا لك ان كل الشيوخ وكل صناع المحتوى اللي بيتكلموا في الدين شاغلين بالهم بالستات بس، ما بيتكلموش في حاجه تانية. يعني انت تخش عند اي شيخ تلاقيه عامل 90 خطبه و80 درس و40 حلقه بودكاست بيتكلم فيهم عن مواضيع دينيه مختلفه، واللي من ضمنهم مواضيع المراه، لان المراه معانا والله في الدين يا جماعه. تلاقي بقى البنات اللي دماغها تعبانه دول سايبين كل الفيديوهات وداخلين على الفيديوهات اللي هو بيتكلم فيها عن البنات. ممكن تسيبونا نعيش، ممكن نتنفس. هو الفيديو طبق على نفسك يعني؟ انا مش فاهم. الفيديوهات دي بتكون موجهه للبنات اللي عايزين يتعلموا حاجه في دينهم، عايزين يستفيدوا. اما انت فغير مهمه اطلاقا، يعني محدش مهتم بيكي، انت مش محور الكون. فهدي شويه، يعني اهدي شويه كده واحترمي نفسك. وبمناسبه ان احنا بنتكلم عن الفتنه والعوره وكده يا جدعان، في حاجه بجد مضايقاني عايز اتكلم فيها. الرجاله اللي بيستعرضوا اجسامهم وبيبينوا عوراتهم سواء على السوشيال ميديا او في الواقع، حضرتك لازم تبقى فاهم ان انت ليك عوره، فما ينفعش باي شكل من الاشكال تمشي في الشارع وانت طالع علينا في خدك دي. لا وكمان احنا داخلين على الصيف فهنشوف بلاوي، وفي خدك دي مش حاجه مغريه يعني ان انت تفرجها للبنات في الشارع، شكلك بيكون مقزز جدا والله. فالاشراط دي يا معلم تلبسها في بيتكم مش في الشارع عشان حرام، وكمان عشان الشكل العام. وخلي بالكم دي عوره يجب ان تستر بغض النظر هي بتغري البنات ولا لا. واخده بالك يا حاج عجه؟ خلصنا من تحت خلاص، مش هتبين اي حاجه فوق الركبه، نيجي لفوق بقى. ايه يا صاحبي عايز ايه؟ عارف ابونا ليه بعضلات صدرك وتقسيمه ظهرك والباي والتراي والسيكس باكس؟ الواحد من دول يا جدعان بينزل الجيم شهرين 3 ينسى ان في اختراع اسمه تيشيرتات، بيقلب طرزان، يعني كله صور وهو عريان لدرجه تخليك تتعاطف معاه. طب نلم لك يا اسطى، يعني نجيب لك تيشيرتين تستر بيهم نفسك. بص يا معلم صلي على النبي، حتى لو انت بتغطي عورتك فاستعراضك لجسمك ده لا يجوز. ليه؟ البنات تركز معايا، لان حضرتك فتنه للبنات، سواء بقى بتنزل الصور دي علشان تعجب البنات وده المنطقي يعني، او تعجب الرجاله وكده نبدا نشك فيك، او بتنزلها عادي ومش هدفك انك تعجب حد معين وده شيء مش منطقي. بس خليني اسالك سؤال، هل ترضى لاختك او والدتك او مراتك او بنتك ترضى ان هم يشوفوا واحد اجنبي عنهم بالمنظر ده؟ طبعا لا. ولو ترضى ان اهل بيتك عادي ان هم يشوفوا واحد عريان قدامهم كده بالمنظر ده، يبقى انت كده يعني مش مظبوط. فبلاش اقول حاجه تانية، انت كده مش تمام. يعني كتير من الفقهاء قالوا ان وجه المراه مش عوره، واوجبوا عليها لبس النقاب اذا كان ظهوره يؤدي الى فتنه، فنفس الحكم ده ينطبق عليك. صدرك والباي والتراي وعضلات الكتف ومش عارف ايه دي مش عوره، لكن لازم انك تسترهم لو دي حاجه تؤدي الى فتنه. وكنت شفت الشيخ علاء ابراهيم الله يحفظه ويجازيه خير يا رب، كان عامل بوست عن الموضوع ده من فتره، وفي واحد عمل بوست بيرد عليه وبيقول ان ده غلو في الدين، وان الصحابي ضرار بن الازور الاسدي رضي الله عنه كان ملقب بالشيطان عاري الصدر عشان كان بيخش المعارك عاري الصدر، مش بيلبس دروع ولا حاجه. طب ما انت بتقول اهو يا معلم، يعني في المعارك والحروب مش على الانستجرام بيورينا عضلاته. انا مش عارف انتوا مش قادرين تفهموا ليه ان البنات بشر زينا وممكن يتفتنوا عادي. معلش يا جدعان عشان دي برضو حاجه مضايقاني قوي، منقبات التيك توك اتقوا الله، يعني ما تبقيش لابسه لبس امهات المؤمنين ومتبرجه برضو، حاجه عجيبه. تلاقي راسمه عينها بالكح ومقربه وشها قوي كده من الكاميرا، اللي هو بصوا يا جماعه عيني حلوه ازاي، بصوا يا جماعه. ولا اللي عماله تتميص على اناشيد قال يعني كده هي مش بتعمل حاجه حرام، ولا لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه. عيب والله، يعني حضرتك لو مش واخده بالك فانت كده بتفتني الشباب والبنات برضو، وغير كده بتسوقي صوره النقاب، وبدل ما البنات تلبسوا للستر هيبقى بقى موضه والدنيا تخرب. فيا ريت نتقي الله ونبطل العبث ده. بس كده انا خلصت، والحقيقه انا مش عارف هل قدرت افيدكم ولا لا، ولكن يعني اسال الله ان يكون وفقني في هذا الفيديو، وان يوقع كلامي كده في قلوبكم وتقتنعوا بالحجاب كده وتلبسوه وتدوني حسنات. ولو في فيديو هرشحه ليكم عن موضوع الحجاب ده هيكون بودكاست ايه المشكله في الحجاب، فيديو رائع جدا وفيه استفاضه في شرح الاحاديث والايات، هتستفيدوا جدا منه يعني باذن الله. ولو عندكم فيديوهات برضو رشحوها في الكومنتات، ويا ريت تعملوا شير للفيديو، الدال على الخير كفاعله. ولو انت من النخبه اللي بيكملوا الفيديو للاخر انزل قول لي في الكومنتات اقتنعت بالحجاب يا جو وانا اقول لك خلصانه. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه علشان عايزين نوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله.
سلام. لما رجعت العربيه رجعت له الفلوس خدهم. حبيبتي شعرك ايه وصالون ايه اللي يديكي ليه فلوس؟ انت فاكره ان في راجل في مصر بيدي لمراته فلوس تروح الصالون وتجيب لبس وما اعرفش ايه؟ لا طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا الرجاله بتجلد مراتاتهم ويطفوا السجاير تحت بطاطهم. يعني أنا مثلا كراجل لما اتجوز ومراتي مثلا تيجي تقول لي انا عايز اروح الكوافير، هقيم عليها الحد على طول. يعني انا بدل النجفه هبقى معلق اللي هي العلقه بتاعت الجزار دي، اول ما هي تقول لي كده معلقها بقى و50 جلده بقى رايح جاي عمال اجلد فيها. ويا سلام بقى لو قالت لي عايز اجيب هدوم جديده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض.